ذا مستر اوف سسبنس. بس هو كده خلاص الدوري راح. بص، هي الكرة مش مكسب بس، فانك تتعادل او حتى تخسر ماتش عمرها ما كانت مشكلة، لكن لما يكون فرقة بحجم النادي الاهلي وتلعب 90 دقيقة من غير مدير فني فدي مشكلة. لما تلعب فرقة مطرود منها لاعب ومع ذلك بتسجل وكانت على حافة انها تكسبك لولا هدف في البلاس 90 فدي مشكلة. لما انت كمدير فني فرقتك بتلعب طول الماتش من غير خط وسط وانت واقف تتفرج فدي مشكلة. لما تكون كل ماتش بتنزل بتبديلات غلط فدي مشكلة. لما تنزل ناشئ زي محمد عبد الله يلعب على حد زي الشيبي في ماتش زي ده فدي مشكلة. احنا كنادي حاليا مشكلتنا مش في اللعيبة خالص، وخاصة بعد الصفقات اللي اتعملت. المشكلة ان مفيش كوتش يوجه اللعيبة دي. كولر حرفيا الفترة الأخيرة معظم قراراته غلط. سيبك من الدوري اللي بقينا محتاجين معجزة عشان ناخده، لكن قولي هتتصرف ازاي في كأس العالم بقمة العشوائية دي؟ فيا كولر بصراحة أنا بقول كفاية قوي لحد كده، ونشوف حد تاني يكمل مسيرته عشان مش هنستحمل نشوف اللي بيحصل ده الفترة الجاية. مباراة النهاردة كانت هتختلف تماما لو كان في لاعب بيربط خط الوسط زي قفشة مثلا. ده غير لعنة الإصابات اللي حصلت الشوط الأول، وده عشان نبقى نطلع علي معلول من القايمة كويس. كل ما لاعب ينزل في مركزه لازم يخرج مصاب. وبيراميدز النهارده كانت نازلة تلعب ملاكمة مش ماتش كورة تماما. لكن بغض النظر عن كل ده ففي اكتر من لاعب تألقوا النهارده زي امام عاشور ومحمد الشناوي، وحابه اشيد جدا باحمد رضا خاصه بعد الهدف اللي سجله. عايزه اعرف رايكم في موضوع كولر، حابينه انه يمشي ولا يكمل مع الاهلي؟ وللي ما يعرفنيش فانا جنى وائل بنت الاهلي وبس كده، ورجاء ادعوا لشيكا بالرحمه.